السلام عليكم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. يوم جديد وفيديو جديد، وهاي زرعاتي الحبيبة اللي تسحب كل الطاقة السلبية اللي عندي. فأنتي همينة إن شاء الله جيبي لي الزرعاية، جيبي لكم العفو حيوان بالبيت. هاي الأشياء تسحب الطاقة السلبية من الإنسان. فأني يوميا أجي على هاي الزرعايات أقعد يمهن، أشرب استكان شاي، أشرب قلاص مي بارد. شوفي أشياء بسيطة بس هي تسبب لك معاني هواية كبيرة. فلا تستقلون بالأشياء البسيطة. فأني هاي الأشياء البسيطة اللي عندي دا أشوف لكم إياها وأنطيكم فكرة عنها. هاي أرشها بيوم اللي يطلع ورقة جديدة أو أي شي بيه تحسين إنه سحب كل الطاقة السلبية اللي عندك. وهسه نبدي بالفيديو إن شاء الله ينول إعجابكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة والتعليق الحلو مثل قلوبكم الحلوة واللايك الجميل. والسلام عليكم. هنا خليت اللحم ينسلق وراح نبدي طبختنا الجديدة. بسم الله. أنا عندي الطماطة راح أغسلها، أطلع اللينة منها للبانية. لازم تغسلون الطماطة عنها تبقى فترة طويلة وياكم بالثلاجة. هاي هنا راح أغسل الطماطة وأطلع اللينة منها وأرجع لكم إن شاء الله. هاي هنا غسلت الطماطة، طلعت الأريدة منها، وعفت الصفة. وهنا راح أخلط الطماطة بالخلاط. من تهيئين للطبخة راح الطبخة تسهل عليك. تهيئين الطماطة، هسه أنا عندي اللحم دا ينسلق، تهيئين الطماطة، تقلمين البانية، كل شي سهل يصير عليك. وهنا عندي راح أخلط وهنا عندي راح أقلم البانية. من السلسلين خطواتك بالتسلسل انتي مرتاحة. سلقت اللحم، نظفت الطماطة وخلطتيها، وقت على البانية. ترى الطبخ كل سهل إذا سلسلتي، تجيب الترتيب كلش يسهل عليك، ماكو شي صعب. هو كل شي صعب بالحياة بس احنا لازم نسهله. والحمد لله رب العالمين على النعمة. واللهم صل على محمد وآل محمد. أقلم البانية وأرجع لكم إن شاء الله بإذن الله. وهنا عندي راح أغسل البانية زين، تغسليها زين وتروحيها تنشف، يلا تحمسيها يعني تذب كل هاي هنا عيوني. راح أصفي الطماطة نصفي ناعم، صفيها بنصفي ناعم على مود لا تطلع البثل مالها، تصير صافية المرقة عندك. راح أصفيها. أصفي الطماطة وأرجع لكم إن شاء الله. وهنا عندي راح أخلي خاشوقتين معجون، خاشوقتين. وانتي شوفي حسب الحمار اللي يعجبك. اكو ما يحبوها حمرة، اكو يحبوها كلش حمرة، اكو يحبوها شقرة، فانتي حسب ما يعجبك. انا راح اخلي خاشوقتين معجون واشوف حمارها يلا اضيف الباقي. هسه اذوبه ويا المعجون
واشوف الحمر اني حسب انت اللي تحبيه، وارجع لكم ان شاء الله باذن الله. هاي عندي بهاي المرحله حمص اللحم، راح اضيف الدهن على مود يتسوى وياه. لا تخليه يرجع بالجدر اللحم وتنسيه، هنا راح ينطيلش نكهه غير شكل. واذا انت موظفه او مشغوله ما تقدرين، جيبي لك فد كيلو لحم، نص كيلو لحم، قطعيه وسلقيه سلقه وحده وقسميه وجبات. كل طبخه شوفي انت ايش قد تخلين كم لحمه، فهذا يسهل عليك الموضوع. مجرد تطلعين اللحم من المجمده مسلوق، تسوين طبخه عليه. وهاي للموظفات اللي عندها اشغال، اللي عندها ما تتمكن، تسلقين اللحم قبل بوقت، تسلقيه سلقه وحده وتقسميه طبخات وتخليه بالمجمده، هذا يسهل عليك الموضوع. هسه هاي عندي حمص اللحم، راح اضيف البانيه. هاي هنا ضفت البانيه، راح اضيف مي على قد ما يصير بمستواها. لا تضيفين مي هوايه على مود لا تنفل عندك، لان انت راح تخلين المعجون وراح يظل يفور بيها. فها باعي عيني، هذا على قد ما مستواها يصير، وتغطين الجدر وتعوفيها تستوي. هسه هنا عندي مص البي، شوفوا عيني مص. راح اضيف المعجون والطماطة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا راح اضيف ملح، شيلة ملح، ولا تنسين الشكر، راح يسوي لك الطعم خيال. وانت تذوقين حسب ذوقك، انت تحبوها حامضة ومالحة، بس المهم تخلي لي شيلة الشكر. ان شاء الله تجربوها وتذوقون الطعم شنو، وبألف عافية. هسه نجي وياكم على المشتريات الشهرية. هسه كملنا الطبخة، نعوفها تستوي، واجي وياكم على المشتريات اللي تحبها كل نساء العالم، مو بس العراق، كل نساء العالم تحبه. اني استعمل تاي انتونسة، جربت هواية تاي، هذا اللي استقريت عليه. وهذا اللون رائع بالهدوم وبالنظافة وبكل شي، شلون تتوقعوه هو نظيف. انا اجيب 9 كيلو، هذا راح يكفيني شهرين 3 اشهر حسب استعمالي إله. وهنا استعمل الزاهي O2، هم رائع على الايد. هنا طوري، هذا ما استغني عنه، بكل شي اخليه على الهدوم، يطلع عطر مو طبيعي. هذا اللون الطوري. وهذا العفو مال الحمامات، هذا ما استغني عنه، وين تلقيه خذيه، هذا رائع بالنظافة، عطره 3 أيام يبقى بالحمامات. وين تلقيه هذا الطوري مال المنظفات، اخذيه أكثر من رائع. واني استعمل الوزير القاصر، هذا هم يكفيني شهرين 3 اشهر استعمله. هنا نستعمل انواع صابون، هذا الرقي، هذا رائع رائع هذا الصابون. ونستعمل للايد فاكس، هذا هم كلش رائع، خوش صابونه ومتموع ورائعة. وهذا الديتول نستعمله ويا صابون الرقي. هنا فاتيكا لا غنى عنها، بجميع انواعها خذيها، جميع انواعها تاخذيها. هاي فاتيكا روعة. وهذا فاين رائع رائع رائع، هذا للغسالة الاوتوماتيك، هذا فاين. التاي عندي بالغسالة الاوتوماتيك يطحن بالهدوم، يخلي الهدوم بيها تاي، فاستعمل السائل، ودائما استعمل السائل، راح تحصلين على كل شيء حلو. هنا خلصنا المنظفات، نجي على المواد الغذائية. اني اسوي خلطة شاي محمود ابو الهيل، وجيهان ابو الهيل، وتفاحة. وهذا قبل كلهن هذا تخلي، هذا رائع، عطره رائع، يخلي لك الشاي فشي.
وخطي هاي الخبطة وعلى مسؤوليتي. هنا جبنا ملح، هنا فاصولية فرغتها، وهنا شعرية أنتونسة أني أستعمل. أنتونسة منتجاتها رائعة. هنا عندي حامض ليمندوزي عندنا كيلو نستعمله. نوم البصرة هم أخليه جوا ايدي. هنا جبت انواع معكرونة، هاي النوعية نوعية اخت المزارعونة، وهاي مزارعونة ب1000 تشيس، هاي ب500 تشيس، وهي اختها بالطعم وما تتعجن ورائعة، واني هسه كلها استعملها. جبت انواع منها شكلت، هاي ب500 تشيس، احنا يمنا يبيعوه ب500 فنوعت لي. جبت ادرة، وهاي مزارعنا كنت استعملها. هسه جبت هذه، هاي ب500، هاي الاسباجيتي نفس نوعية مزارعنا. وشوفوا عيني جربتها وشفتها نفس النوعية ونفس الطعم. هاي ب500 وهاي ب1000. واحنا النساء العراقيات نحب الاقتصاد. وهاي اجيب معجون أنتونسة ما استغني عنه وما ابدله لان انا تعودت على استعماله. وهاي قلت لكم الفاصولية، ونستعمل تمن محمود، هذا شهري، او اكو بعض المواد تكفيش اكثر من شهر، مو بس شهر واحد. يعني أنا مثلا الفاصولية، التمن، المعكرونية، التاي يكفيني أكثر من شهر. الملح يكفيني أكثر من شهر. أما هاي المنظفات فهاي استعمالها يومي، كل يوم أنت تخلين هذا المنظفات تستعمليها. فيعني أنت حسب مقدرتك، وحسب لو تجيبين كل شهر علبة وحدة الحمد لله والشكر. وهذا كان مسواقي الشهر البسيط، وإن شاء الله ينول إعجابكم. هاي هنا عندي لحقة المرقة، وأنت الثخن اللي يعجبك سوي. الحمار والثخن والطعم هذا حسب رغبتك، وإن شاء الله تاكلوها بألف عافية. هنا راح أضيف الزيت. هسه راح نركب تمن شعرية. هنا خليت الشعرية أبي أحمرها. إن شاء الله أحمر الشعرية وأرجع لكم بإذن الله. صلوا على النبي محمد وآل محمد. هاي عندي حمرت الشعرية، هسه أضيف التمن. أحمر التمن الشعرية. نشوف أنتم تعرفون طريقتي أنا. أحمر التمن بالزيت وأضيف مي على قد ما يغطي، ما أضيف مي هواية. وبهاي المرحلة أضيف كذا ملح، أحمسه إلى أن يمط ميه. يطلع لي كذا تمن نثري وحباية بحبايتها. هسه أضيف المي. بسم الله. أنا ما أضيف مي هواية، بس مكي ما يحب مي هواية. هاي بعد شوية مي حضيف له، شوية مي. هاي شوية ضفت له مي زايد. بس يستوي التمن بإذن الله وأرجع لكم. هاي عيني النتيجة النهائية. إن شاء الله الفيديو ينول إعجابكم وسهمكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.